هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو جديد انبوكسنج من عند شي انا حاسه شويه يا جماعه ان انا بقيت ابن الشركه. مش حاسين كده؟ حاسه ان انا بقيت ابن الشركه. المفروض اغير الاسم بتاع القناه واكتب دعاء سليمان شي ان، يعني من كتر ما انا خلاص بقيت ابن الشركه. انا حاسه بقى، يعني عارفين احساس شويه ان انا ابن الشركه. المهم النهارده الفيديو بتاعنا انبوكسنج للبس جبته من شي ان براند دايزي. براند دايزي انا كلمتكم عنها من فتره قريبه، كنت لسه عامله انبوكسنج الحاجات من عندها. براند دايزي انا بحبها جدا لان انا بالنسبه لي دي براند جوه شي ان للديلي يوز او لكل يوم. اروح الجامعه، اروح الشغل، اللبس بتاعها طري مريح، في نفس الوقت عملي، يعني مش لبس عارفين اللي هو مقيد كده، لا عملي. وعندهم كل الستايلات، جيب، بنطلونات، كل حاجه هتلاقوها جوه البراند بتاع دايزي دي. انا بحب دايزي جدا وبحب الماتيريال بتاعتهم. المهم مش عايز اطول عليكم في الانترو بتاعه الفيديو، هحط لكم تحت في الديسكربشن بوكس اللينكات والاكواد بتاعه كل القطع اللي انا هوريها لكم، زائد ان اكواد القطع هتلاقوها برده موجوده على الشاشه. اما بعمل لكم ستايلنج وصوره الموديل هتلاقوا تحتيها رقم القطعه. وادعوا لي ان شاء الله ايدي تخف بسرعه عشان اقدر اصور لكم ستايلنج النهارده وانا بجري ورا ديدي، لان هي خلاص بقت بتجري بقى قليله الادب، بتجري في البيت كله وهي بتجري انا بجري وراها، هوب فرحت متزحلقه واقعه وحملي كله وقع على ايديا. فان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش كسر او حاجه، ويبقى حاجه كده بسيطه واقوم منها على طول. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ما تنسوش قبل ما ابتدي الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان ما تنسوش كود الخصم اللي بيديكوا خصم اضافي لو عايزين تشتروا اي حاجه من عند شي ان او سبيشال من براند دايزي، هتلاقوه موجود على الشاشه فوق. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. دي ايه ده؟ فستان. بص انا فاكره اصلا الحاجه ده فستان اوكي مضلع كده. الفستان ده بيتهيألي لو اتلبس على قميص جينز او اسمه ايه، دينام جاكيت بس يكون قصير، هيبقى شكله حلو قوي. يعني انا ما عنديش دينام جاكيت قصير، بس بتهيألي لو اتلبس على دينام جاكيت هيبقى شكله حلو قوي. الفستان مدرج كده زي ما انتم شايفين، اللي هو ضيق في اوسع في اوسع كده. انا بحب الستايل ده جدا، واللون بتاعه شويه كافيه ومخطط، والقماشه بتاعته تجنن. اعتقد دي لينن او كتان، بس الصراحه شكله حلو قوي، وانا اكسايتد ان انا اوريكم شكله عليا. ميبي البسه على قميص، ميبي البسه على حاجه طويل، مش عارفه الصراحه. فخلينا نشوف هنعمل له ستايلنج ازاي. انا واخده منه مقاس لارج، ما رضيتش اجيب ميديوم مع اني خسيت شويه، بس ما رضيتش اجيب ميديوم لان ما بحبش الهدوم تكون ماسكه عليا، فعشان كده جبت لارج. يلا، ده اشهر بنطلون على السوشيال ميديا دلوقتي، مفيش حد ما لبس البنطلون ده. صراحه رحت قسته في براند عشان اجيبه، حسيته شكله مش احلى حاجه عليا. فيعني هو في براند نزلته وبعد كده في محلات تانية نزلوه، بس حسيته مش احلى حاجه. قلت خليني اجربه من شي ان، يمكن شكله يعجبني، فجبته. وادعوا لي يكون شكله حلو عليا وانا عامله له ستايلنج دلوقتي. وهو البنطلون اللي فيه الاطار ده يا جماعه، عارفينه كانه مقلوب. ده شكل البنطلون، هو بنطلون اسود قماش، رجليه جايه حته واحده كده زي ما انتم شايفين. بس الجمال كله بتاعه في الحركه دي ان كأن الوسط بتاع البنطلون مقلوب شويه. ده شكله، اتمنى يكون شكله حلو عليا. بالتالي عندي بلاوز كده لونها ابيض، لو لبستها عليه هيبقى شكلها حلو قوي. فخلينا نجرب ونشوف الستايلنج. بس الماتيريال بتاعته حلوه جدا جدا جدا، وهو من هنا في جيب بس مستخبي كده شويه، مش باين قوي، وفي زي كسرتين كده من قدام. بس عاجبني قوي الاطار من فوق، احلى بكتير من البنطلون اللي انا شفته في براند تاني. اللي بعده دي حاجه تقيله، واعتقد ان هي اكيد مش صيفي، يعني هي اكيد شتوي. فخلينا كده نشوف ايه الكلام. دي سات، انا فاكره دي كانت سات كده شفتها على بنت كوريه، كانت اموره وطويله كده ما شاء الله. فيا رب يكون شكلها حلو عليا زي ما هي حلو عليها. بس هي كومبليتلي شتوي، حتى باين من الماتيريال بتاعتها. اوكي، هي عباره عن ترنج بدله، عارفين كده، يعني الفايب بتاعته كانه ترنج، بس من بره كده شكله كانكم لابسين بدله، عارفين كده. ده البنطلون بتاعه، ده شكله كده زي بنطلون اللي هي الهدوم الرياضيه، تمام، بس تقيل شويه، لا يصلح اطلاقا للصيف، يعني ما ينفعش صيف خالص. اوكي، وجاي معاه بقى البلازر ده من فوق، بس تقيل يا جماعه، تقيل يعني ده في الشتاء هيبقى رائع. ده شكله كده بلازر، وفي زي فتحه كده من ورا،
انا ايدي مش مساعداني خالص ان انا اعمل اي حاجه النهارده، وفي زي زراير، فهو الفايب بتاعته من فوق كانه بدله بس هو رياضي. انا مش عارفه اوصف لكم، بس اكيد انتوا شايفينه على الموديل وشايفينه عليا عامل ازاي. فعليا شكله كان خطير على البنت، اللي هو مديني الفايب الرياضيه المريحه وفي نفس الوقت مديني الشكل القايم بتاع البدله. ايه بعده؟ اوكي كفايه بيج بقى. انا اشتريت كميه بيج الصيف ده مش طبيعيه، مش كفايه بيج بقى، كفايه. ده شكلها كده، هوريكم طبعا اكيد شكلها على الموديل. هي يتقال عليها انها صيفي، يعني ما ينفعش نقول عليها انها شتوي لان هي مش تقيله قوي. ممكن تبقى اما الجو برد شويه يعني هتبقى لطيفه برضو يعني. ده شكلها، بس هي مش تقيله خالص يعني. انا بالنسبه لي هي مش تقيله خالص، لو اتلبست على جينز هتبقى حلوه قوي وانزل بيها يعني. اللي عجبني فيها بقى شكل الفتحه دي يا جماعه، عجبتني جدا جدا يعني. هي البلوزه طويله بس مفتوحه، فانت لو لابسه تحتيها حزام هيبقى الحزام باين وهيبقى شكله حلو قوي. فاكسايتد اشوف انا هعمل لها ستايلنج عامل ازاي، بس صراحه عجبني شكلها كلها على بعضها. يمكن كان نفسي الكم مثلا يكون ماسك شويه من هنا، ما بحبش الكمام الواسعه، بس اول حاسه ان هي شكلها حلو. اوكي بصوا يا جماعه، ده اوكي ده قميص طويل قوي، قميص طويل طويل، ده يتلبس على ليجن هيبقى شكله يجنن يا جماعه. هو طويل يعني طويل لغايه بعد الركبه كمان يعني. لو البنت قصيره شويه هيبقى فستان، فاهمين كده؟ لونه بيج عامل زي القميص بالظبط، الفايب بتاعته قميص زي القميص بالظبط، بس لونج بقى، طويل طويل، ومن تحت جاي على انه دايره كده. انا مش عارفه عماله اعذب نفسي ليه، ان اوريكم اساسا الصوره موجوده يعني، فاهمين؟ بس هو محتاج يتكوي. الخامه بتاعته كتان بارد يعني، تحسوا كتان داخل فيه قطن وبارد يعني، الخامه بتاعته بارده، فشكله خطير. واعتقد في منه الوان اعتقد يعني. اوكي جيت دي بلوزه كده كانك لابسه قطعتين فوق بعض يعني، كانك مثلا لابسه اللي هو زي بلوفر او حاجه شتوي وعليها قميص. ده مش شتوي، دي قطن وقطن مضلع، فمديكي الفايب بتاعت كانك لابسه بلوفر، بس هو مش بلوفر خالص، هو قميص ماسك فيه بتاعه كده يعني مضلعه. خليني برضو اقرب لكم عشان تشوفوا شكل القماشه، بس هو مش بلوفر خالص يعني. ده يتلبس في الصيف عادي جدا، بس هو اللي يشوفه ممكن يحس شويه انك لابسه هدوم شتوي، بس هو مش شتوي خالص. دي جيبه بنطلون يعني، بصوا بنطلون طويل اهو مفتوح فتحتين، بس اللي هيشوفه من بره هيحس كانه جيبه. طبعا الخامه بتاعته كتان باينه جدا طبعا من كميه التكسير اللي فيها، بس احلى ما في الموضوع ان هي فيها استك من ورا، فهو هياخد شكل جسمك، او الاستك هيضم على الوسط، فمش هيبقى شكل الجيبه واسع. عاجبني اللون جدا، ما عنديش حاجه اللون البيبي بلو ده. اكسايتد ان هي شكلها زي الجيبه، لان انا بقالي كتير قوي ما لبستش دينام جاكيت تقريبا. دينام جاكيت ولا بنطلون مش عارفه والله. اوكي لا ده دينام جاكيت، بس دينام جاكيت كات. كنت عايزه اجيب حاجه كده، ما كانش عندي حاجه دينام كات فجبته. كنت عايزه البسه مثلا على تي شيرت، عايزه البسه على قميص من تحتيه يبقى شكله حلو قوي، فقلت اجيب الدينام جاكيت ده. طوله حلو يعني، مش طويل قوي ولا قصير قوي، هيبقى شكله حلو قوي. والخامه بتاعته طريه ومش تقيل يعني. انا عندي دينام جاكيتس جايباها من عند شي ان، تقيله تقيله ما تنفعش غير للشتاء، لكن ده لا ينفع صيف وينفع شتاء الاثنين، لان الخامه بتاعته خفيفه يعني، وزنه كله خفيف مش تقيل. بصراحه شكله كيوت قوي، حاسه ان انا هعمل له ستايلنج حلو. كتير قوي ما جبتش بيجامه من عند شي ان، فقلت واي نوت خلينا نجرب البيجامات بتاعه دايزي، عشان اول مره اجرب بيجامه من عند دايزي. وكان عاجبني قوي لون البيجامه دي، هحط لكم صورتها دلوقتي على الشاشه. هي اللون بتاعها كده اللي هو الداستي روز، وعليه بيرز كده او دباديب، شكلهم كيوت وحلو قوي قوي. جبت منها مقاس واسع لان انا عايزاها تكون واسعه، انا بحب عموما الهدوم الواسعه. وجاي معاها اللي هو الجاكيت اللي بيتلبس من فوق البيجامه، وجبتها بكم عشان ساعات ببقى نايمه التكييف بيبقى تلج. انا عندي محمد وفهد يعني يناموا ستارت من 19 20، هو تموت من البرد اصلا يعني، هم بيحبوا البرد قوي لكن انا ما بستحملوش، فساعات ببقى محتاجه ان انا البس حاجه تقيله شويه. شكلها فيه لمعه كأن الداستي روز ده بيلمع او متعلق. القماشه بتاعتهم نفسها كأنها عامله زي الساتان، بس هي مش ساتان خالص. فاكسايتد جدا ان انا اقيسها، لو طلعت واسعه ومش مجسمه هوريكم شكلها عليا عامل ازاي. بيج، انا اروح فين انا في البيج يعني مش فاهمه في ايه الصراحه، ايه اللي انا عاملاه في نفسي ده. اوكي ده ايه ده؟ ده بنطلون برضو
الله شكله حلو قوي. ايوه افتكرته في علامه ايوه هو ده. بص البنطلون ده عسل جدا على فكره. جاي الويست بتاعه كانه داخل كده في بعضه، فعامل زي علامه السبعه، فالصراحه شكله حلو قوي. وفي سوسته من ورا. كنت جايبه قبل كده بنطلون بيج من عند شي ام، فما تخنت ما بقاش بيدخل، فكنت عايزه اجيب حاجه نفس الستايل بس يكون مقاس اكبر، فجبت البنطلون ده. هو رجليه واسعه ومن قدام كده في كانه في زي كسره، والويست بتاعه شايفين داخل كده على بعضه، فده يتلبس على بادي سوت هيبقى شكله حلو قوي. مأساة مأساة. دي جامب سوت، دي جامب سوت يا جماعه. تمام. هي ستايلها واسع، يعني الستايل بتاعها واسع ورجليها طويله، يعني هي يعني فاهمين، عارفه الستايل ده اللي هي الواسع قوي بزياده دي، فيا رب ما تطلعش واسعه وشكلها عبيط عليا. ده شكلها كده، هي بتتضيق من هنا برباط، وده شكلها من هنا، والحذاء والجيب قصدي بتاعها من هنا كانه مقطوع. ده الستايل بتاعها كده. اكسايتد ان انا اقيسها، فيها جيبين كمان من ورا، بس جيبين شكل مش جيبين يعني هو بس شكل. اكسايتد ان انا اقيسها واشوف شكلها عامل عليا ازاي، بس هي مش تقيله قوي، يعني ينفع تتلبس في الصيف مفيش اي مشكله على تي شيرت او اي حاجه. فاكسايتد ان انا اشوف شكلها عليا عامل ازاي، يا رب تطلع حلوه. ما اقدرش اعدي على الشي ان من غير ما اخد جينز، ما اقدرش يا جماعه، الجينز بيغريني. وعلى فكره الجينز بتاع دايزي طري، يعني الجينز بتاعهم كله القماشه بتاعته طريه، فانت لو عايزه تجيبي جينز طري خديه من دايزي، الجينز بتاعهم مش ناشف قوي. خدت البنطلون ده. عندك يا دعاء كام بنطلون من ده؟ يعني انت عندك كام بنطلون من ده؟ مش عارفه انا مخي فين وانا بنقي الحاجه. اوكي ده بنطلون جينز عادي جدا، بس يمكن الحركه اللي عجبتني فيه هي الوردات اللي في الجنب دي، يا رب تكونوا شايفينها. دي الحركه اللي عجبتني اللي خلتني اخده، يعني انا عندي جينز فاتح كتير بس دي الحركه اللي خلتني اخده. كان عندي بنطلون زمان فيه نفس الستايل ده بس تخنت عليه فما بقاش ينفع، فاكسايتد برضو ان انا اوريكم شكله عامل ازاي. هو عاملين عليه زي زرع كده اصفر واخضر ولونه ابيض وورد وحاجات كده، فشكله الصراحه مختلف. اللي جوه الشنطه دي تاني مره اطلبه، وهو ايه بقى؟ الشورت ده يا جماعه. بصوا بقى، اللي عندها مش هقول لكم زياده وزن، اللي عندها ترهل مكان الولاده، مكان ان هي خسرت وزن وعايزه حاجه تشد الشيب بتاعه جسمها، مش هتخسسك. خليني اوضح الموضوع عشان بس الموضوع ما يروحش منكم بعيد. مش هتخسس جسمك، هي هتشد الترهل. هو الشورت ده تاني واحد اجيبه من عند الشي ان. جبت واحد قبل كده وما حبيته قوي وحسيته عملي جدا، طلبت واحد تاني. اولا قوي، انا طبعا مش قادره اشد عشان ايدي وجعاني، بس قوي بيشيب الجسم، وسبيشال الحته اللي بتبقى من تحت الصدر لغايه البطن تحت لو فيها اي ترهل بيشده. فانتوا اول ما بتلبسوا الشورت تلاقوا الجسم اترسم بشكل تحفه، زائد ان في هنا زي داعم او بتاع كده زي سيليكون بتبقى محطوطه عند الحتت اللي هي من تحت الصدر دي يا جماعه، فبتبقى زي داعم للجسم كده، فبتخلي الجسم مشدود وما بتوجعش الجسم خالص. يعني هي سيليكون ومستخبيه وسط الهدوم بس بتخلي جسمك مفرود كده. انا ما اقدرش استغنى عن الشورت ده في حياتي بجد والله، عشان كده رجعت طلبت منه تاني. كنت واخداه برده من دايزي، وهاتوا مقاسكم. يعني لو انت مقاسك لارج هاتيه لارج، ما تروحيش تجيبي ميديم تقولي مثلا هضيقه عليا شويه يبقى اضيق فيلم اكتر، لا هيضايقك وهيخنقك. هاتي مقاسك بالظبط، لان هم عاملين انك ما تجيبي لارج عشان يضم جسمك ويبقى مظبوط، يعني هم مظبطين موضوع المقاس ده. فانا جبت المره اللي فاتت لارج والمره دي كمان جبت لارج. الشورت ده بجد خطير لاي بنوته عندها ترهل، اسمعوا مني ما ترجعوش ورايا. جبت السكيرت دي، هي رمادي ومضلعه شبه جيبه المدرسه شويه، بس انا عندي بادي سوت لونها رمادي مضلعه بس يعني تحسوها منقوشه او فيها تكتشر شويه، حسيتها هتليق قوي على السكيرت دي. بس كل اللي قلقني ان السكيرت تطلع قصيره، يعني قلبي حاسس انها هتطلع قصير مش عارفه ليه، فخلونا نتصدم مع بعض. خدت القميص ده لونه كده، هو لونه يعني هو المفروض انه اوف وايت، بس اوف وايت مصفر قوي، يعني ما كنتش متخيلاه يجي اصفر قوي كده، او انا ممكن اكون اتلخبطت، بس هو لونه مصفر قوي قوي قوي. انا مش عارفه ممكن البس ده على ايه، يعني مخي لسه مش جايبني ممكن البسه على ايه، بس مصفر جدا 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 بطريقه مش طبيعيه، بطريقه استفزتني انا شخصيا، اللي هو انا ممكن البسك على ايه؟ ممكن اكون كنت منقيه ابيض فاتلخبطت ونقيت اصفر، مش عارفه، بس خلينا نشوف ممكن نعمل فيه ايه. ده انا فاكراه ده فستان، وكنت طالبه الطلبيه دي قبل ما اطلع المصيف، وللاسف هي جت بعد ما رجعت، فكان نفسي البس الفستان ده قوي وانا هناك في الغردقه.
فيلا مش مهم، يتعوض السنه الجايه. ده فستان كده يا جماعه، الايدين بتوعه من فوق هنا بيتربطوا، يعني بصوا ده شكله كده بيتربطوا. اعتقد الفستان ده هيبقى مع القميص ده حلو جدا. معقول انا كنت مرتباها في دماغي، اصل انا الزهايمر مبهدلني قوي زي دوري كده فاهمين، بس هو الارضيه بتاعته مصفره فممكن يمشي معاها القميص ده جدا، فخلينا نشوف. المهم ده شكله، الفستان طويل زي ما انتم شايفين، صيفي جدا، الالوان بتاعته صيفيه قوي، يعني ان هي عايزه فايب فعلا بحر وميه والكلام ده كله. وجبت منه برده مقاس لارج، وهو مبطن من جوه يعني مش هيبين الجسم. خلاص دول اخر قطعتين، يعني انا حاسه ان انا طولت عليكم بس يلا. اوكي، خدت البنطلون ده او السات دي زي بيجامه برضو. انا هي المفروض مش بيجامه، هو المفروض هما الناس بيخرجوا بيها، بس انا جبتها على اساس ان هي تبقى بيجامه في البيت. يعني هو عباره عن بنطلون كده لونه زيتي، الرجلين بتاعته واسعه وطويله، هما بيحبوا او الكوريين بيحبوا شويه اللبس اللي هو الواسع، والبنطلونات سبيشال اللي تكون واسعه وتكون طويله قوي، لان زي ما في منهم طولهم قصير في ما شاء الله منهم طوال يعني. فده شكله كده تمام، ومكتوب عليه من هنا اسمها الشيرفل تقريبا، ده شكله. وجاي معاه تي شيرت وجاي معاه كروب تي شيرت، يعني كده هو يجي لغايه هنا بالظبط كروب تي شيرت، ومكتوب عليه نفس الكلمه المكتوبه على البنطلون. الخامه تجنن يعني بجد، الخامه بارده وحلوه. انا قلت لكم على دايزي يا جماعه مفيش كلام، القماشه بتاعه دايزي حلوه جدا جدا جدا. ان كان جينز، الجينز هتلاقوه طري، ان كان قماشه قطن هتحسوا ان هي بارده. فبجد دايزي من البراندز الحلوه جدا جوه الشي ان. اوكي ده قميص جينز، ده شكله. كنت عايزه اشتري قميص جينز اللي هو للخروجات السريعه كده على اي ليجن، بس جه في بالي ان هو هيكون اطول من كده، بس هو بالنسبه لي قصير فهو مش هينفع يتلبس خالص على ليجن، هيتلبس على بنطلون عادي، ممكن البسه مثلا على بنطلون اللي هو الميلتون بتاع الخروج والكلام ده كله، لكن مش هينفع يتلبس على ليجن لان انا كنت متخيله ان هو هيجي اطول من كده. بس زي ما قلت لكم ان الجينز بتاع دايزي طري جدا، يعني شايفين الطراوه بتاع الجينز، المفروض ان هو جينز بس طري بطريقه مش طبيعيه يا جماعه. الماتيريال بتاعه الجينز بتاعته ساقعه وفي نفس الوقت طريه جدا. وبس كده يا حلوين، دي الحاجات اللي انا جبتها من براند دايزي اللي موجوده جوه الشي ان. وسهل جدا ان انتوا تلاقوا براند دايزي على شي ان، ان انتوا تفتحوا شي ان هيجي لكم فوق في اللي هو السيرش بار ده تكتبوا دايزي DAZY، هيظهر لكم على طول البراند ومتقسمه كاتيجوريز تقدروا تنقوا منها كل اللي انتوا عايزينه. هتلاقوا كمان على الشاشه كود خصم هيديكوا خصم اضافي لو عملتوا اي اوردر من عند شي ان او من عند دايزي. كل لينكات القطع اللي انا وريتها لكم هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس، والاكواد بتاعتها اللي هي هتسهل عليكم اصلا السيرش هتلاقوها موجوده على الشاشه طول الفيديو تحت كل صوره. تاخدي الكود تحطيه في السيرش بار في ابلكيشن شي ان، هيطلع لك القطعه بلونها بالظبط اللي انا واخداها. وبس كده حبايبي، ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.